افتكر لمة الفطار ولمة الخير، العزومة والمطبخ. حكاية اللي فضل. رمضان مش بيمشي فجأة، هو بيسيب حاجة ويمشي. 30 يوم حكايات، دعوة ولمة وناس وحكايات وتراويح، وبعدين يجي اليوم الأخير. مش أصعب حاجة إن رمضان يخلص، أصعب حاجة إن إحنا ننسى رمضان واللي اتعمل جوه رمضان. افتكر لمة الفطار ولمة الخير، العزومة والمطبخ، تراويح رمضان وتهجد رمضان، الدعوة اللي كانت بتطلع من غير صوت، ورد القرآن وانت رايح شغلك الصبح. كل ده ما كانش برنامج، ده كان تدريب قلبك في رمضان للي بعد رمضان. رمضان ما كانش عايز منك انك تكون ملاك، هو كان عايزك تكون أحن شوية وأهدى شوية وأصدق شوية. الحكايات خلصت، بس السؤال الحقيقي ايه هو اللي هيفضل؟ اللي هيفضل ان رمضان علمك تسامح وتحس بغيرك وتسيب اذى مرة وتكون انسان مؤمن من جواك وقلبك نظيف، وكل مرة تقع فيها تقرب لربنا تاني. لو اللي اتعلمته في رمضان ده فضل عايش معاك وجواك، يبقى هو لسه عايش جواك. وبكده تكون خلصت حكايتنا وحكايتنا في رمضان مع الموسم الثاني لأقاويل. مستني انكم تشاركونا في الكومنتات بأكتر حلقة عجبتكم في ال15 حلقة من بتوع أقاويل في رمضان، وكمان تشاركونا صور الفرحة والخير اللي انتوا عملتوه. وكل سنة وانتم طيبين. رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن